دكتور ميم ميم هو صاحب اشهر قضيه في التسعينات لانه خلف من كل الستات اللي كانت بتجيله العياده. ده مش بس كده، ده كمان اتغير له القانون مخصوص والوحيد اللي في مصر اللي كان هيتحكم عليه بالاعدام في قضيه غير القتل العمد والمخدرات والاغتصاب. واللي فيكم حضر مسلسل زينهم جابوا قصته بس مش كامله وكان فيها بعض التغييرات. بس لو عايزين تعرفوا ايه حكايه الدكتور ده والقصه الحقيقيه بتاعته كملوا الحلقه دي للاخر، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. انا رامز عادل وده في ظروف غامضة. القضية اللي هنتكلم عنها النهاردة دي واحدة من القضايا اللي هزت الرأي العام كله وتعاطف معاها كل فئات الشعب، والرأي العام طالب بإعدام الجاني على اللي عمله. الحكاية بدأت بدكتور ميم ميم اللي كان لسه راجع من بريطانيا واخد دكتوراه في التلقيح الصناعي والذكورة، ودي كانت حاجة لسه ما ظهرتش في مصر أصلا. ده غير إن كان في جزء كبير من المصريين شايفين إنها حرام وإن ده تدخل في إرادة ربنا. بس كان في فئة تانية مختلفة وهي فئة الناس اللي عندها مشكلة في الخلفة، وقالوا إن ربنا بعت لهم المعجزة دي. بس الدكتور خد وقت كبير عشان يقدر يتعرف، وده طبعا بسبب إن الوقت ده ما كانش فيه لا سوشيال ميديا ولا أي حاجة يقدر يوصل بيها للناس زي دلوقتي. بس حبة حبة بدأ يتعرف، وفعلا الدكتور بدأ يجيله زباين مهمين. ومع أول عملية تلقيح حصلت ونجحت والأسرة جات له وخلفوا وقروا وبقى معاهم الطفل، الدكتور ميم ميم ما بقاش ملاحق على المرضى، لدرجة إنه وصل بيه الحال إن اللي عايز يحجز معاه بيدوه ميعاد بعد سنة. شهرته وسعت جدا وصيته سمع بشكل مهول، بس ده لأن اتشهر بإن مفيش ولا عملية معاه فشلت من ساعة ما فتح، والناس كانوا بيقولوا عليه إنه نبي جيله أو الدكتور المعجزة وألقاب تانية كتير اتقالت عليه. ولحد كده كانت الدنيا زي الفل. بس بعد 10 سنين في طفل من الأطفال اللي هو كان سبب في ولادتهم دخل عملية كبيرة قوي، وحصل بالصدفة إنهم كانوا بيطبقوا تحليله مع تحليل باباه ومامته، بس التحليل ما كانش مظبوط وكان فيه خلل. وعادوا التحليل مرة تانية ولقوا نفس الخلل، والدكتور من غير ما يعمل بلبلة ولا يبلغهم عمل لهم عينة DNA. وهنا اكتشف المفاجأة إن أبو الولد ده مش هو باباه الحقيقي. وهنا الدكتور خاف يبوظ الدنيا وحاول انه يتكلم مع الزوجه لوحدهم عشان يعرف منها لو كانت متجوزه قبل كده او في اي علاقه حصلت مع اي حد قبل الجواز من غير حتى ما الزوج يعرف. بس الزوجه في الوقت ده هزقت الدكتور وقالت له انتوا اللي اكيد فحوصاتكم غلط وكلام كتيره قوي فيه اهانه ليه، وسابته ومشيت. بس في وسط الكلام ده في جمله واحده هي اللي علقت مع الدكتور لما قالت له انها ما كانتش بتخلف وعملت عمليه تلقيح عند دكتور من اشهر الدكاتره اللي هو ميم ميم. وطبعا الدكتور كان عارف مين هو دكتور ميم ميم وفي الوقت ده كان عامل ازاي، وبدأ الفار يلعب في عب الدكتور وحس ان في حاجه مش مظبوطه، وكان مصدق الزوجه جدا في كل كلامها. وفعلا بدأ يدور ورا دكتور ميم ميم وجاب تاريخه المهني كله واكتشف ان مفيش ولا عمليه فشلت معاه. ودي حاجه جننت الدكتور اللي بيعالج الطفل، ازاي مفيش ولا عمليه فشلت معاه؟ اكيد في حاجه غلط. وبدأ يفكر فيها بشكل علمي، لقى انه مستحيل، لان ببساطه جدا قال ان كل الحالات اللي راحت له كلهم ما كانش فيهم اب وام عندهم مشكله كبيره ومستحيل يخلفوا، اكيد في حاجه مش مظبوطه. وبدا الموضوع يكبر في دماغه اكتر واكتر لحد ما قدر يجيب من الجرايد والاخبار اهم الحالات اللي اتكلموا عنها زمان، وقدر يجيب 3 حالات تانيين غير الطفل اللي كان بيتعالج عنده في المستشفى. وبعلاقاته قدر يوصل للدكتور اللي بيعالج الطفل ده وشرح له كل اللي وصل له، وطلب منه انه محتاج يتاكد من اللي بيدور في دماغه من غير ما يعرف اهل الطفل عشان الموضوع حساس جدا. وقال له انه متكفل بكل مصاريف التحاليل اللي هتتعمل. وبعد اصرار من الدكتور اللي بيدور في الحوار ده وافق الدكتور التاني، وبداوا يعملوا عينه DNA ويطبقوها مع باباه. وهنا كانت المفاجاه ان عينه DNA طلعت مطابقه، وطلع فعلا الطفل ده باباه هو اللي معاه، يعني كل الشكوك اللي كانت في دماغه طلعت غلط. والدكتور رجع متضايق في الوقت ده من نفسه لانه شك في واحد زميله وحس ان هو كان ممكن يبوظ سمعته، واكتشف ان الزوجه هي اللي خاينه وبتلعب بدماغه. وفعلا طلب انه يقابلها تاني وقال لها لو ما قلتيش الحقيقه انا هفضحك قدام جوزك وهخليه هو اللي يعمل تحليل DNA بنفسه. والزوجه قعدت تحلف له انها بتحب جوزها وما رضتش تسيبه، وقرروا يعملوا العمليه دي عشان نفسها تخلف. وفي وسط ما هي منهاره من العياط قالت له انها كمان ودت اختها عنده، والحمد لله ربنا رزقها ببنوته زي القمر. وقالت له ان اختها الكبيره اتجوزت هي من ابو جوزها الاول بعد وفاه مراته الاولى، وكان في الوقت ده في اواخر الاربعينات لانه كان متجوز صغير. وبعدين انا اتعرفت على جوزي اللي هو ابنه عن طريقها وحبينا بعض، وكان جوزي عنده 25 سنه وقتها وكان جوزها عنده 49 سنه. واختي في الوقت ده كان نفسها تخلف بس حماها كان عنده مشكله بسيطه في الخلفه،
بس ما كانش معترض لا هو ولا جوزي على انها تخلف، بالعكس كلنا كنا مرحبين والكل كان شايف ان ده حقها. وبعد ما رحت انا وجوزي الاول للدكتور وحصل خير قلت لهم عليه، وهم كمان راحوا والحمد لله. والكلام ده كان من 10 سنين. وهنا الدكتور ما كانش قادر يكدب قلبه انه مصدق الزوجه، وقال لها طب تقدري تقنعي اختك اننا نعمل تحليل دي ان ايه لبنتها؟ قالت له اكيد. وفعلا عملوا التحليل. وهنا كانت المفاجاه، ان ابنها وبنت اختها طلعوا اخوات. وده ما كانش ليه الا معنى واحد بس، ان السائل المنوي اللي تم تلقيحه بيهم هما الاتنين كان من شخص واحد بس، واللي هو الدكتور ميم ميم. وهنا كانت الصدمة مدوية ليهم وخلتهم مش قادرين يفكروا في أي حاجة، والاتنين روحوا وهم منهارين. بس الدكتور هو اللي قرر إنه لازم ينهي المهزلة دي، وفعلا راح لصديق ليه ضابط شرطة وحكى له كل اللي عرفه ووصل له. والضابط ما كانش مصدق اللي بيسمعه. المهم إن الضابط بلغ القيادات بتاعته، لأن الدكتور ميم ميم في الوقت ده كان عظمة تقيلة قوي في البلد، وكان صعب إنه يتحرك من دماغه. وفعلا خد إذن النيابة وراحوا حللوا كل العينات اللي كانت موجودة عنده في العيادة، واكتشفوا انه في 70% من العينات اللي موجوده من السائل المنوي الخاص بالدكتور. الدكتور اعترف انه لحد دلوقتي ملقح اكتر من 120 ست، يعني في اكتر من 120 طفل ولاده واخوات في نفس الوقت. وكل اللي كان بيسمع التحقيق من النيابه والشرطه ما كانش مصدق اللي بيتقال، بس هو قال لهم ان النجاح والشهره كانوا السبب ورا كل اللي بيعمله. ده كمان برر اللي هو عمله انه قدر يسعد ناس كتيره، وكان سبب في فتح بيوت اسر كتير كان ممكن بيوتها تتخرب لو ما كانش اتدخل في الموضوع. وهنا اتاكدوا انهم قدام مريض نفسي، ما هو ده مش شخص طبيعي، وحولوا القضيه على المحكمه بعد ما اتحولت لقضيه راي عام. وكل الناس اللي راحت له العياده لما عرفت الخبر راحت حللت مره تانية، وناس كتير اكتشفوا ان اللي كانوا عايشين معاهم وبيحبوهم ما طلعوش ولادهم اصلا، واترفع عليه كميه قواضي مش طبيعيه. ده كمان المحكمه كانت بتدرس حكم الاعدام عليه من كتر ما الموضوع كان عامل بلبله، بس في النهايه اتحط في مصحه عقليه وما خرجش منها لحد ما مات. بس قبل ما انهي الحلقه دي، تفتكروا ليه الدكتور عمل كده؟ فعلا عشان الشهره زي ما قال، ولا كان في حاجه تانية ما قالهاش؟ اللي حابب يشوف باقي الحلقات هتلاقوها ظاهره فوق قدامكم دلوقتي. وما تنسوش تتابعوا حساباتي اللي موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير للحلقه لو عجبتكم. واوعوا تفتكروا ان دي النهايه، لسه في كتير، وهنتقابل تاني في ظروف غامضه. اتشرفت بمتابعتكم. سلام.